نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية جدًا، نتيجة منظر الماتش مهيّأها لك، عارف أنا قاعد على السرير باتفرّج على الماتش وأنا عارف اللي ده اللي هيحصل، عارف اللي أنا هاخسر، من بعد ما جبنا الجون في الدقيقة التاسعة أنت ما لعبتش غير ال9 دقايق دول، بس، ما فيش تاني، أنت ما شُفتش نازل ضاغط وبتلعب ومركّز والدنيا تمام، وهو قلقان منك وما أعرفش إيه وإيه وإيه، وناصر ماهر بيضغط جاب جون حلو أوي كده يابا. خلاص هُم بقى خسرانين، طب هنبقى على حاجة نلعب كورة بقى نشوف الزمالك ونُص ملعب الزمالك ده شكله عامل إزاي. اتفاجئوا اللي إحنا عندنا سيف فاروق جعفر. إيه ده بقى؟ إيه ده؟ والمصحف ما هتلاقي حد طالع في الإعلام حرفيًا بيكلمك لأن المجاملات حلو ما هو يعني هاخسر الكابتن فاروق جعفر؟ إزاي هاخسره؟ ما حدش هيجيب لك سيرة الموضوع ده، الزمالك النهارده نيلة بسبب اللي أنا ما فيش ستة، أنا ما عنديش نُص ملعب، حرفيًا محمد شحاتة ودونجا الاتنين مش موجودين، أنا أبيض، عبد الله 40 سنة هيجري فين والّا فين والّا فين والّا فين؟ مات، مات عبد الله خلاص وادي دجلة اكتشف اللي أنت أبيض، إيه ده؟ إيه ده أنا ما باضغطش ليه وما باروحش ليه؟ ده ما فيش نُص ملعب وأخش من العمق وأروح وأعمل، ده ما فيش حد موجود، ما فيش حد ما في خيال، خيال حرفيًا خيال موجود في نُص ملعبنا. فطبيعي نتيجة طبيعية جدًا، 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 جدًا اللي أنا خسران. لازم ييجي في أنا أصلًا مستغرب إزاي ما جابوش غير جون واحد الشوط الأولاني ده، إزاي؟ يعني إزاي الشوط الأولاني ده عدّى بسلام؟ طبعًا طالع أرقام كلها الاستحواذ ليهم أنا كسبان 1-0 الزمالك كسبان وادي دجلة اللي طالع ما تفهمش مقاولين ودجلة الاتنين طالعين الزمالك بيسندل معاهم، هتطلع يابا لأ يابا هاقف واسند معاك وادّيك نقطتين 3 تمشّي بيهم حالك والدنيا تمشي. إحنا إخوات يا صاحبي في إيه؟ أركب الدوري وأجري بقى وأبعد وبتاع إزاي؟ دي تيجي ده حتى ما يصحّش، ما يصحّش أبقى مبسوط وجمهوري مبسوط ودنيتي مبسوطة والدنيا حلوة عندي، والناس التانية زعلانة وقرفانة ومخنوقة ومشاكل وقرف، لأ إزاي؟ إزاي؟ لازم نفسي أقولها، نفسي أقولها، والله العظيم نفسي أقولها. طبعًا زي ما باقول لك بتبتدي الماتش محمد التشكيلة العادية، ما فيهاش جديد غير سيف فاروق جعفر. ما فيهاش شكل ما فيش حد مختلف غير الجثة دي، حد ميت، حد أنت يا ابني أنت بتلعب كورة إزاي؟ يخرب بيت الوسايط، والمصحف يخرب بيت الوسايط حرفيًا ما بالعبش طبعًا بنُص ملعب، ما فيش اللعيبة كلها لازم ترجع تدافع، ما هو ما فيش حد بيطلّع حد، لازم ناصر ماهر يرجع، فبالتالي راح ينزل شيكو التاني واخواني يرجعوا، ويروح عُدي نازل، ما هو ما فيش مين هيطلّع لنا كورة؟ ما هو أدام ناصر ماهر رجع عشان يغطي مكان الهَم، فبيروح نازل تحتيه عُدي، يروح راجع الوينجات هتطلع قدام لوحدها، خلاص أنت بتبقى مضغوط. ما فيش يابا بقى، ما بتلعبش كورة، ما فيش كورة، ما فيش حد بيطلّع حد، ما في مدرب غريب، غريب، قاعد كل الفترة دي أنت مطلّعه في الدقيقة كام؟ سيف فاروق جعفر طالع في الدقيقة 64 قاعد 64 دقيقة بيعمل إيه ده؟ قُل لي قاعد 64 دقيقة بيعمل إيه سيف فاروق جعفر؟ طبعًا مع باكاتنا الحلوة عمر جابر وبنتايج، ما فيش over يا جدعان، ما فيش خروج بالكورة عِدل، ما فيش أي حاجة بتتعمل، أصل أنت ممكن تخرج من النُص من خلال سيف اللي هو مش موجود، طب وباكاتي بقى تسند على الwing تسند على أي حد قدّامه تطلع ترفع تشوط شوطة ما فيش بقى طبعًا خلاص، كلّها ماتت، كلّها جايبة جاز، كلّها الثقة واكلاها، كلّها حرفيًا الثقة عاملة معاها الغلط. عاملة معاه الغلط، يعني التحفيل واللي إحنا بنعمله ده بتاع جمهور، شيخ أنت عايش معانا الأجواء، عايش معانا اللي أنت راكب الدوري وأنا الجامد وأنا البتاع، ماتش يتحاسب عليه المدرب اللي ساب سيف فاروق جعفر قاعد 64 دقيقة أنا ما أعرفش بيعمل إيه، حرفيًا ما أعرفش بيعمل إيه، وبعدين يا عم عُديّة، طب يعني إحنا عمالين فاهم نبلع كل ماتش والبث والمرة ويجيب بس جون وبتاع، أنا ما باشوفكش، حتى تحركات النهارده النيلة. ما فيش تحركات، ما بتتفتحش لعب لحد، ما بتروحش على كورة، الكورنرات كلها بتيجي أنت مش موجود فيها. ما فيش، هو النهارده كلها كانت زفت الزفت أنا مبسوط أوي، أوي، أوي بالخسارة دي، ومبسوط جدًا عشان يفهموا اللي بُص أنتم ما فيش ثقة، انسى حوار اللي أنت واثق واللي أنا جامد وأنا الزمالك وأنا البتاع وأنا راكب انسى يا صاحبي، أنت مش كده، أنت مش ما تركبش دور مش دورك. سيب الكلام ده بتاع الجمهور والهزار والكلام ده جمهور، لكن أنت
ما تركبش مقام مش مقامك. مقامك امتى تاخد الدوري؟ تموت نفسك. كل قلنا والله العظيم، قلت الفيديو بتاع امبارح، ماتش دجله اهم من فاركو. الناس اللي بتبقى النقطه بالنسبه لهم بيموت عليها، اهو جاب الجونين. وفتوح بيه، فتوح بيه نازل بيه، لا شايف الملعب ولا شايف حد ولا وحسام عم بيجيب سوحه، اداله الكوره وبيشاور له هناك، التاني واقف بيلعب على اللي هو في واحد شايف انا هعمل ايه. سوحه تسويحه محترمه. يجي الونش الجميل ونش جميل، يروح مطرود في الدقيقه، ما اعرفش، انا خسران ومحتاج كل واحد موجود في الفريق، والناحيه التانيه كلها واخده انذارات، يعني سهل ان اي حد يطرد، اروح انا داخل غشيم واخشم من اي حاجه في الدنيا. ونش دخلت حرفيا ونش. ايه ده؟ طير الواد الحكم، لسه الحكم بيقول لك، يعني الحكم لسه بيقول لك هديكوا انذار ولا رحت انت داخل مطير الواد. مفيش وعي يا صاحبي، مفيش دماغ اصلا. كلها الثقه زي ما بقول لك واكلاها. ايه ده احنا خسرانين، يبتدي دب طخ طخ دب، ما تشوفش لعب، ما تشوفش كوره، كلها توتر، كلها شغل. مش شغل لعيب الكوره، مش شغلنا بتاع الاربع ماتشات اللي فاتوا. الثقه هو فعلا عنوان خسارتنا النهارده، الثقه اللي خسرتنا.